اهلا بكم. هل الاهلي فرط في نقطتين وضيع الدوري؟ هل الاهلي نزل بتشكيل صح؟ هل الفرص اللي ضاعت بسبب الاهلي ولا بسبب قوه دفاع زد؟ هل الاهلي استحق الفوز ولا التعادل هو المستحق؟ هل مدرب الاهلي مسؤول عن نتيجه المباراه؟ هل زد لعب مباراه قويه وخطف نقطه من الاهلي؟ خليك معايا لنهايه الفيديو وهتعرف الاجابه. خلينا نتفق ان اي فريق هيلعب، الاهلي او الزمالك او بيراميدز او سيراميكا، واي فريق هيلعب قصادهم مش عايز يفرط في اي نقطه. الاهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا بينافسوا على الدوري، وراهم 8 فرق بتقطع الدنيا عشان يطلع منهم 3 يدخلوا المرحله الجايه من الدوري اللي هيكون فيها 7 فرق في مجموعه. المصري، وادي دجله، زد، البنك الاهلي، سموحه، الجونه، بتروجيت، مودرن سبورت. الفرق بينهم ماتش، يعني ماتش يخلي فرقه متقدمه عن فرقه تانية، ماتش ممكن يخلي فرقه من الثلاث فرق الباقيين، وماتش تاني يخليهم بينافسوا على الهبوط. المنافسه على الدوري حلوه وقويه، والمسابقه ليها طعم مختلف السنه دي، على الرغم ان كتير كان معارض فكرتها من الاول. برجع اقول تاني، اللي هيحسم الدوري مش المواجهات المباشره ما بين الاربع فرق. في النهايه هنكتشف ان اللي خسر الدوري هو اللي فرط في نقط في مباريات كان ممكن يجمع منها نقط. النهارده الاهلي وسيراميكا فرطوا في نقطتين مهمين، وفي انتظار مباراه الزمالك وبيراميدز عشان نشوف الترتيب كل اسبوع بحاله، ودي حلاوه الدوري السنه دي. سر فشل الاهلي في الحصول على 3 نقط اليوم: واحد، الاهلي من غير مهاجم، 24 شوط على المرمى. هات لي مهاجم واحد كان استغل كوره من ال 24 يا سيدي، بلاش. ال 24 دول منهم 8 بين الثلاث خشبات. لو كوره واحده او كورتين استغلهم كانت النتيجه بقت غير كده. الثمان كورات دول 7 منهم شالهم علي لطفي حارس مرمى زد. طبعا الثمان كورات دول واحده منهم جت هدف لتريزيجيه، والثانيه في العارضه من تريزيجيه، واربعه من رأسيات لتريزيجيه شالهم علي لطفي، واحده من مروان شطم بره ال 18 صدها علي لطفي، واحده لطاهر ما عرفش يتصرف فيه. اتنين، الاهلي عنده مشكله في التحول من الهجوم للدفاع، مفيش ضغط عكسي بيحصل لما الاهلي بيخسر كوره. هدف زد حصل بتحول ما قبلوش ضغط من لعيبه الاهلي. زد عمل تحول سريع جدا بهدف في الشوط الاول، وهدف ما اتحسبش في الشوط الثاني، ما اتحسبش لانه تسلل. 3، الاهلي بيتاخر في احراز الاهداف واستغلال فرص. الشوط الاول ضاعت فرصه لطاهر ما عرفش يتصرف فيها، والشوط الثاني ضيع فرص كتير قوي لحد ما جه التعادل في الدقيقه 88 كانت المباراه انتهت. يعني في مشكله هجوميه، وده ياخدنا ان الاهلي بيعاني من عدم وجود مهاجم في الوقت من وقت رحيل اسامه ابو علي. طيب انا هنا بلوم اداره النادي الاهلي انها جابت لعيبه في مراكز الدفاع والباك الشمال دفعه واحده مع مهاجم ما يلعبش حتى في دوري المدارس، مع احترامي لدوري المدارس اللي اكيد فيه مهاجمين اجمد منه. كاموش كان مفروض اول حاجه واول هدف يتحط من اهداف السكاوتنج تيم ان انا اجيب مهاجم قوي. دي كانت اول اولويه المفروض يقوم بيها النادي الاهلي او اداره النادي الاهلي، وده ما حصلش. حد يقول لي ليه الاهلي ما يجيبش مثلا لعيب زي مايلي؟ بلاش مايلي عشان في بيراميدز. طيب صديق اجولا بتاع سيراميكا؟ بلاش. طب فخري لاكاي؟ بلاش. طب جون ايبوكا بتاع المصري؟ كل دي لعيبه كان افارقه وتقدر تجيب على نفس المستوى واسعارهم في المتناول. اللعيبه اللي انا قلت اسمائها دي بتعاني عشان تسجل اهداف مع فرقها، بتسجل على الرغم من المعاناه دي. تخيل بقى لو لعبوا مع لعيبه الاهلي هيعملوا ايه؟ 4، دور المدرب. في وظيفه او مهمه محدش شايفها، دور المدرب مع لعيبته. كل مباراه انا بلاحظ الاهلي فيه 2 أو 3 لعيبه بره الفورم والتركيز، والهدف اللي المفروض محطوط قدام اللعيبه كلها انها تحققه، نسق الفريق كله بيكون ثابت وفي تصاعد. النهارده الاهلي الشوط الاول بيلعب ناقص 2 لعيبه. الجناح اليمين طاهر محمد طاهر ما جاش، ولعب 8. للاسف امام عاشور الشوط الاول كان خارج الفورمه. على النقيض هتلاقي فيه 5 لعيبه في الملعب عندهم حوافز ودوافع ومتحدد لهم اهداف وبياكلوا الملعب: ياسر ابراهيم، تريزيجيه، مروان عطيه، بالعمري، وبن شرقي. عملوا كل حاجه ليها علاقه بادوارهم او حتى بره ادوارهم. ده معناه ايه؟ بعد كل مباراه 1 تو 1 ميتنج اقعد مع اللعيبه، اعرف اللعيبه اللي ما عملتش ادوارها اقعد معاها اسميها انهم ما توفقوش، يعني نتكلم معاها نديها دوافع. ده مش دور محلل اداء ولا دور اداره النادي الاهلي ولا دور اي حد، ده دور المدير الفني. انا شكر المدير الفني الاهلي بيعمل كده، لان كل ماتش بلاقي 2 أو 3 من الفريق واعيين.
هقف عن 3 او 4 ارقام حصلوا النهارده. الاول، الاهلي مرر او لمس او عمل نقل للكرات بمعدل 41 مره في 18 زد. ده رقم جيد بيقول ان كان في محاولات قويه لاحراز اهداف. 2، الاهلي مازال بيعمل الكره الطويله، 70 كره طويله منها 45 صحيحه بنسبه 64%، وده يخليك تشوف طريقه لعب الاهلي الفتره دي بتعتمد على الكره الطويله. 3، 50 كره عرضيه منها 11 صحيحه بنسبه 22%. الاهلي ما بيستغلش الكرات الثابته اللي بتخلص مباريات واحيانا بتخلي فرق تاخد دوري او تنافس على الدوري زي ارسنال كده. النهارده جه الاهلي 11 ركنيه ومن 5 ل 6 ضربات حره على حدود 18، ما استغلش ولا واحده فيهم. في الاخر كل الارقام دي بتاخدنا لحاجه واحده، ان الاهلي بيلعب بدون مهاجم. صراحه لازم ندي زد برضه حقه. زد اتعلم من المباراه اللي فاتت اللي كانت قدام الزمالك، نزل النهارده قدام الاهلي جاب هدف من تحول سريع ورجع عمل لو بلوك بعد 20 دقيقه. اول 20 دقيقه زد كان متميز جدا في الملعب وكان بيجاري النادي الاهلي لحد دقيقه 20، جاب هدف من التحول بتاعه ورجع عمل لو بلوك لحد نهايه المباراه، قفل الملعب تماما وقفل كل المساحات اللي ممكن يجي منها هجمه خطر للاهلي. الاهلي عمل ماتش جيد باداء حلو وحماسي، لكن خسر نقطتين اعتقد في نهايه الدوري هيبقى ليهم اثر كبير. ده كان تحليل مباراه اليوم. لو عجبك التحليل رجاء لايك وشير، واستناني في تحليل جديد ان شاء الله.